متابعات ديالي الغزالات، هاهي العفيريتات عارفاكم كتموتوا على داك الشيء ديال الكواليس وعلى داك الشيء ديال التبرقيق. وقاربوا عندي وديروا اللايكات، ديروا اللايكات جايبه لكم قواليس حصريه وما كاين غير المصداقيه ثم المصداقيه. نهاراش خرجت لكم نهار الخميس في الصباح قلت لكم راه الميسطيج هزوه المستعجلات كان نهار او يومين بالضبط قبل كان هزوه المستعجلات. ولا وديك النهار في العشيه او لا غد ليه ما عقلتش خرج في الفيديو مع عريس الغفله وكيقولوا باين عليه عيان وكيقول راه انا عيان راه انا مريض ما قادش يهضر في الفيديو ديال التريات. الفيديو ديال الرومانسيه في محل تريه ايه. ف شوف اخوتي حنا هرسنا لهم واحد الفيديو راه تمسح ما داروا ما بارطاجوش معنا الفيديو، راه كانوا غيصوروا انهم مشاو للمستعجلات وكانوا غيديروا لنا منها واحد الفيلم عاوتاني فيلم هندي وهذا، ولكن ملي خرجنا الكواليس وخافوا فما ما بارطاجوش معنا داك الفيديو، قالوا غادي ننقزوها. وشوفوا انا راه كنت قلت لكم راه ناض صداع كبير، ولكن ناض صداع نهار السبوع وناض عاوتاني راه مشاو جلسوا عاوتاني عند عريس الغفله واحد السيمانه وهما جالسين عند عريس الغفله غضبانين بجوج غضبانين اخوتي، ورجعوا عاود ناض صداع كبير عاوتاني. هي فاش مشى الميسطيج تهز المستعجلات بالاعصاب. المهم دار فيها راكم عصبتوني راه قهرتوني بالمشاكل راني هادي وراكم عارفين هذه البوين فابل ديال الوالدين، هما ولادهم ما يبغيهمش يتاذوا ما يبغيهمش يمرضوا ما يبغيهمش يتعصبوا، وهو خوتي راه ما باغيش يخرج راه بزز منه راه قوه المشاكل وقوه الضغط. انا غنقول لكم كلشي وغتعرفوا التفاصيل المفصله. فاذا كنت قلت لكم في فيديو اخر راه ما بقاوش غادي يرحلوا راه صافي ولاو غادي يجلسوا الامور صافي تصافات. قلتها لكم اخواني اخواتي رجعوا للفيديوهات غتلقاو الهضره ديالي. فاذا بعدا نسلم عليكم ونقول لكم الحبابات ديالي راني كنبغيكم وكنتوحشكم وكنحماق عليكم، وما تنساونيش من اللايكات ديروا البصيمه لهذا الفيديو هذا، واشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش، وهبطوا اشتركوا في واحد القناه احتياطيه كاينه لتحت، لان هذه القناه هذه تقدر في اي لحظه تطير، تقدر اخوتي لان حقاش ضاربيني بالسينيال ويقدروا مازال يضربوني اخوتي حيت كنجيب لهم الكواليس اخواني اخواتي. المهم قبل ما ندخل معاكم في تفاصيل هذا الفيديو هذا اللي غيكون متختخ وشيق وفيه كواليس متختخه اخواني اخواتي وفيه حقائق ماشي هضره وكلام، فغنبغي بعدا نقول للوليدات الله يسهل عليكم والله ينجحكم وليداتي، والله يفتح لكم ان شاء الله الدماغ ديالكم وما تستريساو وما تجيكم لا خلعه لا حتى شي حاجه ان شاء الله وتجيبوا نتائج جيده. وكيف ما قالت لي واحد المتابعه راه قلت لكم حنا راه حتى انا وحده منكم كنبغي المونسيون كنبغي النقاط العاليه كندير ما في جهدي يعني باش كتبغي ولدك يجيب المونسو ويكون في مراتب عليا، ولكن ما كتعرفيش الرزق فين مخبيه ليه هذاك الوليد ولا هذيك البنيته، ربي مخبي ليه رزقه في واحد الحاجه من غير مثلا هذاك المونسيون او لا من غير داك الباك او لا يعني حتى الناس اللي غيكتب لهم يرسبوا راه ماشي اخر العالم. حنا نتمناو النجاح للجميع يا ربي الحبيب، وغيفرحوا غير خايب داك مقبول حيت كاين شي وليدات اللي عارفين راسهم راه شوفوا راه القرايه قدرات، راه كل واحد القدرات ديالو كل واحد عاوتاني والاجتهاد ديالو، حتى الاجتهاد راه ماشي الذكاء بوحديته اللي كيوصل، راه حتى الاجتهاد والخدمه والمثابره والمساعده ديال الوالدين. المساعده شفت ولدي ما كيفهمش واحد الماده نتبع نسول عليه في المدرسه نشوفوا شنو اللي ما كيفهمش، نحاول الا كاين الامكانيات ندير له اللي يساعده يعني استاذ ولا هذا اللي يساعده. فمهم الله ينجح الوليدات كاملين خصوصا الجهوي والوطني اللي هما اللي عليهم كل شيء. راه ملي كيمشيو للمدارس العليا راه كيشوفوا النقطه الجهوي والنقطه الوطني، ما كيشوفوا لا قسم لا داكشي كامل ما كيتشافش. وعاد ان شاء الله كتبدا مرحله اخرى ديال الكونكورات وديك عاوتاني مرحله اخرى عاد كتبدا القرايه ديال بصح الله يسهل عليهم يا ربي. المهم ندخلوا في الموضوع ديالنا، والمتابع راه ذكي
غادي يتبع وغادي يفهم. واصلا المتابع راه فاهم غير ما عارفش التفاصيل. راه من الايام ديال السبوع وانتم كتشوفوا كاين واحد الارتباك، كاين واحد العلاقه مهزوزه، ما بقاتش العروسه والعجوزه كيتجمعوا مع بعضياتهم. الا لاحظتوا ملي دار عريس الغفله ديك المناسبه وجمع العائله ما جاتش الاخت ديالو، جات غير سميتو عروسه، وعروسه راه كانت اسبوع هي جالسه تما هي وراجلها، راه شحال هما يا جالسين فما جاتش. ودائما الحاجه كدير السبه يعني بالفراجه بالموسيقى بهذا، ما كانت لا فراجه لا موسيقى ولكن ما جاتش. ولاحظنا حتى من لغه الجسد والشكير بكبور، والناس كاملين كيشكروها ويعاودوا كيصاوبوا لها خاطرها، لانهم عارفين كاين مشاكل حادقه ما حادقه، هي اللي طيبات، هي اللي دارت، هي اللي فعلات، المهم كيشكروا ويعاودوا فيها. المهم اخوتي، راكم لاحظتوا من الايامات ديال السبوع راه بزاف ديال الفيديوهات كانوا كيتحطوا الفيديوهات بزاف وما كانتش كتبان فيهم نفيسه، ما كانتش كتبان فيهم نهائيا، بانت غير في الفيديوهات الرئيسيه اللي هما يا السبوع وداك الحنه اللي كانت فضحات بزاف ديال المسائل. بانت انها طالع عليها الدم، انها يعني ماشي بحال راه عندها الفرح، وهي راه عندها الفرح وسميتو يعني والدقيقيه والحيحه، ولكن الوجوه كلها كانت معبسه في داك النهار. من تما بداو التساؤلات ديال المتابعين، الوجوه كلها كانت معبسه وباين كاين شي مشكل. فانا راه قلت لكم المشكل شنو هو خوتي، لان راه كاينه واحد السيده هنا مظلومه في هذا الموضوع اللي هي اللوسه خصكم تعرفوا راه ما عندها حتى شي علاقه نهائيا، ما عندهاش علاقه بهذا المشكل هذا. المشكل هو ان العائله ديال نفيسه ملي جاو كانوا كيجلسوا في البيت وكيسدوا عليهم مع نفيسه وكيبقاو جالسين، والدار راه كتريب بالشقه وبكلشي كيخدم، والضياف والتصوير، والصينيه ما خصهاش تجهز، والطبله ديما خصها تبقى يعني عامره. هز الماعن غسلهم، هز حط، راكم عارفين تماره وبنادم كاين براني والقنوات برانيين، خاص يعني ديك المراه العجوزه دازت عليها بزاف ديال التماره. شي وحدين كيقولوا لي اي راه شفنا حنا امت نفيسه كتنقي الدجاج وهذا، واش شفتوا واحد 5 دقائق او لا شفتوا واحد الفيديو؟ راه ما شفتوش يعني كلشي، ما شفتوش كلشي. حنا كنهضروا، حنا ما كنحكموا على حتى شي واحد، حنا كنهضروا علاش ناض الصداع، علاش ناض الصداع. فنقدر اخوتي انا نكون سبب في هذا الصداع، عرفتوا علاش؟ الا عقلتوا واحد النهار كنت درت ملي كانوا السوابع، كنت كندير واحد الفيديوهات كان نقول لكم التبرقيقات ديال المناسبه، اجيو نبرقوا ونشوفوا الماكله كيفاش دايره، نشوفوا شكون اللي طلعت زوينه، نشوفوا شكون اللي ايوا جوج المرات اخوتي كتفوز امت نفيسه. كنقول لكم امت نفيسه هي اللي فازت، بانت ليا واحد المراه زينه ومراه باينه عليها الخير ومراه متبته والهضره بقوامها، وهذا تقدر اخوتي تكون شويه د الغيره. راه كيكون هذا الشيء، جيو ليا وتصنتوا ليا واش هادشي كيكون ولا ما تيكونش. كتكون شي شويه ماشي غيره، ولكن ماشي تجي عندي وديري فيها راكي نتيا هي المعلمه وانا نبقى نضرب عليك تماره. راه حتى هذيك راه بنتك، راه كنعرفوا النفيسه راه كتشقى عليها بنتها، هذه راه جاري بها العمل. كتكون شي وحده ولدات كتجي امها كطيب لها الرفيسه، كترحب لها بضيافه، كتهز وكتحط كدير طابليه على بنتها، واخا تكون بنتها مع ناسها والدار عامره وكاين اللويسات وكاين العائله وكل شيء، الام كتجي كتخدم على بنتها. يقدر يكونوا حزازات من هذا النوع هذا. المهم العجوزه صبرت تعيات وقلت لكم راه ناضت ونوضات صداع. النفيسه بطبيعه الحال ما غيعجبهاش الحال على عائلتها، ما غيعجبهاش الحال، غيبقاو فيها حبابها، جايه لعندها ضياف، يعني ما بغاتش هذاك الشيء، ما بغاتش، وبقات غضبان، يعني تقلقات على حبابها، ما بغاتش حبابها يسمعوا شي كلمه اللي ما تعجبهمش او لا هذا. ولكن راه الضغط النفسي، الضغط ديال الشقه هذا راه الانسان يقدر يهدر. المهم على هذا الشيء اخوتي، علاش ناض الصداع، على هذا الشيء هذا علاش ناضوا المشاكل. اما بالنسبه للوسه اخوتي، هذيك راه واحد البنت الله يعمرها دار وظريفه وخاطيها المشاكل وخاطيها بالعكس عزيزه عليها مرت خوها وكتحماق عليها وما بيناتهم حتى شي مشكل، بالعكس هي راه ساكنه في دار خوها. والله العظيم راه ساكنه في دار خوها، راه كلشي ديال الاب، ولكن ديال الاب بالوراق.
هذيك الدار ديال خوها يعني راه هي ديال النفيسه، هي عاطيه اللوسه تسكن تما، عاطيه اللوسه تسكن، واللوسه راه ما جالساش معاهم، اللوسه راه خايده في حياتها مع بنيتها، كتقرا كتقرا الحلاقه، باغا دير حتى هي بروجي ديالها تعيش منه، فهي ما جالساش معاهم اصلا. علاش هاد النفيسه تخرج من الدار؟ مثلا نقولوا حنا غتخرج على وديت لوسه، ولوسه اصلا ما جالساش في الدار، ما جالساش معاهم. راه المشكل اخوتي ماشي نقولوا مشكل، سوء تفاهم، غيار اللي كيوقع في جميع العائلات، غيار اللي كان سبابه كما قلت لكم من نهار السبوع. راه المتابع كامل لاحظ في جميع الفيديوهات ديال العريس الغفله وديالهم، يعني كانت الوجوه مغيره، كان ماشي داك الضحك اللي موالفين به، ما كنشوفوهم متباعدين، العروسه والنفيسه ما كتشوفوهمش جالسين حدا او لا، يعني واخا هي دائما راه كتكون ورا الكاميرا، هذه حقيقه، ولكن تيكونوا كيهضروا كيضحكوا. دابا راه العين ما بقاش كتقدر تهزها فيها، ولاحظتوها حتى في الفيديو ديال اليوم، يعني ديك الهضره هما شوفوا دابا راه كاين الصلح، دابا راه الامور تجمعات، لان الميستيج راه ماشي في مصلحته يخرج، وما باغيش يخرج يعني من الدار، لان التصوير اخوتي، التصوير والقناه وكيتعاون هو والاخ ديالو والام ديالو حتى هي كتعاونهم، وفهمتوني، يعني ما باغيش يخرج. فهذاك المشكل هو اللي جعلو انه صافي زعما يقول غادي نمشي، وراه عطا الله ديو، راه كاينه الدار اللي في ازرو راه ديال باه، كان غادي يمشي ليها. والناس اللي كيسحب ليهم راه المشكل ما بين الزوجين، لا حاليا ما كاينش، ماشي هذا المشكل هذا اللي كان نايض، هذا الشيء اللي قلت لكم هو اللي كاين، ما كاينش المشكل ما بين الزوجين، والدليل انكم شفتهم غاضبين بجوج كيغضبوا بجوج وكيرجعوا بجوج، هو كيكونوا مشاكل وكتنوض اخوتي ماشي بحال داكشي اللي كتشوفوا الورود والزهور، وانا ما نقدرش، هي كتموت على شي حاجه سميتها راجلها، وهذا من حقها، غير هي هذاك الحب ديالها زايد نغيزه عزيز عليها راجلها بزاف، وكتبغيه بزاف، وكتغير عليه بزاف. وإلا لاحظتوا راه فايته بارطاجات معنا ملي خرجت تقول لينا وما عرفت مالو وما بقاش كيبات في الدار هذه، وملي ناضوا ليها القنوات وهي تجمع الطوي، راه كانت بغات تفش قلبها علينا. المهم اخواني اخواتي، قلت لكم الامور دابا تحلات على ما يرام، وراه شفتوا اليوم الحاج عارض عليهم الغداء والمسائل، وشوفوا هي الحاجه عزازل على اولادها، وما كتبغيش شي حاجه اللي فهمتوني، هي كيكون الغيار ما بينه وبين عروسها، راه ما تشوفوش ديك الفيديوهات وتقولوا راه صافي راه من على عسل 24 ل 24 ساعه، لا كيكون الغيار. غير هي الحاجه حكيمه في هذا الموضوع هذا ديال السبوع، وبكثره الضغط طلع عليها الدم، تراكم عليها اخوتي داكشي وطلع عليها الدم. فاذا الا عقلتوا اخوتي غادي نفكركم في واحد الفيديو راه تقريبا عنده شي عامين دابا ولا اكثر، المهم يلاه كان عندهم داك الولد يلاه باقي بيبي صغير، وكان وقع واحد الخصام كبير ما بينها وبين راجلها، ما بين العروسه وراجلها نفيسه والمويسطيج، وقع بينهم شي خصام. نات كانت كتهضر مع واحد المتابعه خارج المغرب، وبقات كتفش عليها قلبها، وقالت لها بزاف ديال الحوايج، وقالت لها شنو وقع باش تعرفوا راه هما اللي كيخرجوا الكواليس الكواليس ديالهم هما اللي كيخرجوهم اخوتي، من عندهم كيخرجوا. فقلت لكم اخوتي كان وقع واحد الغيار، وملي ناط بدات كتشكي على شي متابعه وعاودت لها التفاصيل وعلاش دابزنا وشنو وهضرات فيهم كاملين، هضرات في العجوزه، هضرات في الراجل، هضرات فيهم كاملين. ناط هذيك المتابعه بدات كتهددها بهذوك الميساجات، وبدات كتهددها بهذوك المكالمات ديال الواتساب، وناط واحد الضجه. فخرجوا كيوضحوا شنو دارت الحاجه، مع ان هنايا يعني كون كان شي حد اخر غادي يلوموها، او لا كون كان مثلا كون كان العائله ديال عريس الغفله ويلي غتكبر. ناط الحاجه داروا فيديو طفاو الموضوع، طفاتوا الحاجه، قالت لهم من حقها حنا كاع العيالات ملي كنتغايروا مع رجالنا ولا كيكون عندنا مشاكل مع عائله راجلنا راه كنوضوا كنشكي وكنهضروا مع شي صاحبتنا ولا مع شي حد وكنشكي وكنفشوا قلبنا، هادشي عادي. هذه الحاجه قالت هاد الهضره، وقالت لهم خليوها انا قابله عليها تهضر فيا، وخليوها انا قابله، وكتسكت ولدها كتقول له اسكت انت، وجات من عروسه وما جاتش من ولدها.
جات من عروسها وقالت له اسكت نتايا، يعني هادشي راه كيوقع عادي وطفات داك الموضوع. يعني نتيا اللي كتهديها بهذوك الميساجات يعني ما عندك ما غادي تربحي. حنايا يعني تفهموا بحال تفهموا الامور، خصوصا العجوزه ماشي الراجل، العجوزه تفهمات الامر وجمعات الموضوع. المهم اخوتي، هذا الفيديو اللي داروا اليوم بما انهم عرفوا ان المتابع فهم وان بزاف ديال الكواليس خرجوا وان بزاف ديال المسائل خرجوا، فقالوا داروا هذا الفيديو وقالوا باللي راه صافي ما بقيناش غادي نرحلوا وغادي نجلسوا في الدار، ولكن ما دخلوش في تفاصيل الموضوع، وبقاو كيهضروا على الحاج وكيهضروا على شي مسائل لانهم الا جاو يهضروا ما غايقولوش الحقيقه كامله. هما باغيين يهضروا، ما كرهوش، باغيين يهضروا ويقولوا للمتابعه شنو، لان راه داك الشيء واضح من خلال التصرفات، من خلال راه ما موالفينش كيخويو دارهم وكيجلسوا بالايام عند راه شحال ديال الفيديوهات داروا مع عريس الغفله، راه كانوا جالسين معاهم غضبانين غضبانين بولادهم بمشاشهم بكلابهم بكل شيء ليهم غضبانين. المهم اخوتي ما بغاوش يجبدوا الموضوع وفكروا راه شحال هما ما كيحطوش، فكروا مزيان، ولكن الحاجه ما غاديش تقبل الكذوب، والحاجه خصها تكون ضروري حاضره في الفيديو لان حتى هي داخله في المشكل، فضروري خصها تجلس وتا هي توضح وتا هي تهضر، ولكن ما غاديش يقدروا يقولوا الحقيقه كما هي، ما يقدروش يقولوها كما هي. فداروا موضوع اخر، هضروا هما وهموا المتابع بحال راه غادي يشرحوا لهم شنو سبب المشكل اللي لاحظوه كاع الناس، وشنو يعني داكشي كامل اللي حنا كاملين شفناه، وداك داك السبوع اللي داز بحال هكاك السيده طالع عليها الدم وما عجبهاش الحال وهذا. فلان الحاجه ما غاديش تكذب وما كتبغيش تكذب، قلبوا الموضوع وهضروا لينا على الحاج، وهضروا لينا خوتي على ديك الفراقه ولا شنو. انا بعدا ملي سمعت داكشي شديت راسي والله العظيم انا عمرني في حياتي يمديت ولادي لهذوك العيالات، راهم كاينين موجودين، تتلاقاي بوحدها في شي بلاصه كتقول لك ودي عند فلانه ولا دي ولدك عند فلانه ولا دي هذه غادي تقيه غادي تشربوا العشوب انا ضد هذه الفكره نهائيا. ملي يلاه زعما كنت باقا صغيره، زعما باقا ما عنديش تجربه في هذا الشيء، ما كنفهمش يعني اي واحد يعني في اول ولاده كتكون ما عندكش تجربه، كيبقاو العيالات يقولوا لك شنو ديري، ولكن انا كنت ضد هذيك الفكره. انا ما نتحملش ولدي ولا بنتي نديه لشي وحده هو باقي بيبي الحي ما عنده شهر ولا شهر ونص وتبدا تشربوا العشوب وتقيه. انا كنامن بالرضاعه الطبيعيه ولا الرضاعه ديال الفارماسي، صافي هادو جوج حوايج انت كل بيبي صغير، اما باش تشربوا عشوب وتقيه وهذا لا لا لا, لا هاد الشيء انا ما كنامنش به. تحليه راسو تحلات له كرشو تحلو ما شنو داك الشيء، انا ما والله ما كنفهم فيه بقوه. انا عمرني ما دخلت لهذاك المواضيع، كنامن بالطبيب، الطبيب وراه كاين شي وليدات كيكونوا قباح وكيكونوا كيغوتوا ما كيكون فيه والو كيكون قبيح، ما كيبغيش ما كينعس بنهار وكيفيقك بالليل، كاينين ودزنا من هذا الشيء هذا. ولاني انا كنت كندي ولادي للطبيب، ما نكذبش عليكم كنديهم للطبيب، ما كينعش ولا شكيت في شي حاجه ولا شكيت راه هادشي عند الطبيب تقول له راه ولدي راسو محلول غادي يجري عليك يقول لك انت جاهل اش كتهضر معايا في هادشي هذا، كيفاش راسو محلول يعني. انا هادشي هذا مهم، انا بالنسبه ليا قلت لكم هادشي ما كنامنش به، وبالنسبه ليا انا الوليدات الصغار سونسيبل بزاف، ما يمكنش انا نديهم لوحده تشربهم من العشوب وتقيهم. الا كان مخنوق ونيف مخنوق راه كاينين بزاف، كاين داك الماء البحر كنديروا للوليدات في نيفهم. الا كان كيبكي راه غادي نشوفوا مالو، كان غا قبيح راه كاين الوليدات اللي تجريبي عند جميع الاطباء يقولوا لك راه غا قبيح، ماشي يقولوا القبيح ولا كان يقول لك ما عنده والو ما عنده حتى شي حاجه. يعني راه كاين الولد ولا البنت اللي كيكون من صغره من يلاه هو بيبي كيكون قبيح وكيبقى قبيح حتى تيكبر والله لا راه كاينين شايفينهم حنايا. وكاين اللي دريويش ملي هو في القماطه هو دريويش وينعس في الوقت ويرضع وينعس وكيبقى يعني دريويش حتى تيكبر، يعني الدراري اشكال. فانا بالنسبه لي قلت لكم انا من كي نسمع شي واحد تيقول ديك القضيه السره ولا راسو محلول وداك الشيء كيجيني جاهل، ما نكذبش عليكم كيجيني جاهل. خلاصة القول المشكله اخوتي كاين ما بين العروسه وما بين نفيسه، ونفيسه تقلقات على ودية والدها، اما اللوسه راه ما عندهاش دخل نهائيا وما ساكناش معاهم اصلا، كيبات معاها باها الاكثريه كيبات معاها باها.
الدار ديال مكناس. المهم اخوتي هما راه شوفوا هما راه اسره متلاحمه، هذه نقولوها الوالدين والولاد، وهذا اسره متلاحمه، والحاج والحاجه ولادهم عزازين عليهم بزاف. وراه راه الولد كيقول لكم انا ما درت والو من اليوتيوب، لا داير، ولكن كلشي يديروا في سميت باه. اما بالنسبه للقرايه اللي قال لك غادي يشري للزوجه ديالو الطوموبيل وهي فرحانه، غيشري لي راجلي الطوموبيل، غيشري لي راجلي الطوموبيل، غتشريها بفلوسك. على انت ما خداماش في هذيك القناه، وجه رئيسي في القناه، غتشريها بفلوسك. اش غيشري لي راجلي؟ غتشريها بفلوسك، خدمتك وفيديوهاتك اللي كتطلعي. غير هي حاجه انا خوتي كنستغرب لهاد الناس هادو كاملين، عندهم واحد الخصله ما كتعجبنيش، ما كيقريوش اخوتي ولادهم وما كيهتموش بالدراسه ديال ولادهم. بحال دابا الانسان عنده الفلوس، ماشي ولادو خصو يقراو في احسن المدارس. واخا نعرف نرحل على وديت ولدي بصح، كيف ما كنتو قلتوا على وديت ولدكم هذيك، واخا نتوما هي قلتوا هي ماشي حقيقه داك الشيء، ولكن راه لا جينا للحقيقه راه نرحل انا على وديت ولادي باش نقريهم في ارفع المدارس مادام عندي الامكانيات. وهاد القضيه راه حتى في عريس الغفله راه كانت سميره راه كانت كتبكي وتليد على ولادها، بغاتهم يقراو في مدارس مزيانه، وكانوا كيقولوا لا تصوروا ان مدرسه ب500 درهم، يعني مدرسه عندهم رخيصه في الحقيقه، 500 درهم تقريبا 1000 درهم وجوج بنيات. والله العظيم الا حنا هنا عندنا اكثر من 500 درهم غير ترونسبور، اقسم بالله العلي العظيم اكثر من 500 درهم غير ترونسبور، خلي القرايه بشحال. وهذيك ال1000 درهم اللي غيقراو بها جوج بنيتات قالت ليها امي كبوره لا بزاف على ولدي، لا بزاف عليه 1000 درهم في الشهر. ودابا قال لك بغا يدير العروسه يدير لها يجيب لها جوج خدامات في الاسبوع، وما بغاش يقري ولادو ب1000 درهم للشهر، 1000 درهم للشهر. وتصور هذوك المساعدات، سمحوا لي مره كتخرج لي هاد الخدامات، غير سمحوا لي والله العظيم، هذوك المساعدات غادي يجيو جوج المرات في الاسبوع، بشحال غادي يجيو في دار؟ كاين شي وحده غتخدم لك قلب 300 درهم، من 300 درهم على حساب الميناج. الا كان شي ميناج كبير تخدم بكثر، لان الدار 400 متر في الاسبوع. هادو جوج عيالات. وشوفوا برافو عليك شوشو، راكي عاجباني. راكي عاجباني بعدا من هاد الناحيه دايره ليهم من النهار الاول يموت المش. انا ما نشقاش انا بوحديتي في الدار بزاف عليا، راه برافو عليك. فاذا قلت لكم هاد الناس هادو ما كيهتموش انا جاوني بالقرايه ديال ولادهم، لان كيفاش ولد الميستيج كيقرا يعني في مدرسه ديال الدوله، كيقرا في مدرسه ديال الدوله. وانا والله العظيم الا كنتي صحاب ليا راه كيجيبوا الترونسبور يعني قريبه لهم الفيلاج او شي مدرسه كوميم مزيانه، واخا الفيلاج ما غتكونش فيه شي مدرسه اللي واو زعما بريفي، وكيجيبوا الترونسبور حتى للدار. ولكن استغربت ملي اعترف وقال ولدي تيقرا في مدرسه ديال تحيه كبيره لمدارس الدوله. حنا كنهضروا على المستويات الماديه ديال الناس، المستويات الماديه راه كاينين الناس اللي عندهم وكيقريو ولادهم، واللي ما عندهمش راه شافهم الله. حتى مدرسه الدوله راه كتقري زعما تعاون في الدار وغادي تقري. ولكن هذه حقيقه ما تختلفوش معايا فيها وما غادي نتناقشوش فيها، لان المقررات ديال مدارس الدوله شويه ناقصين في الكاليتي، ناقصين في اللغات، ناقصين في المواد العلميه، ناقصين شي شويه. وكاينه واحد الطامه كبرى ان كاين شي دراري اللي عرفت انا كيقراو ماشي بحال وقتنا حنايا كنا كنقراو الماط الفيزيك كلشي بالعربيه. دابا ولاو كيقريوهم المواد العلميه بالعربيه، وملي كيوصلوا لواحد مثلا الاعدادي اولا الثانوي وقيله كيقراو بالفرنسيه. ايوا كي غيدير هذا الولد هذا يفهم يحفظ، خاصو يبدا يحفظ بعدا المصطلحات العلميه، ويبدا يحفظ عاد شوف واش غادي يفهم المعادلات ويفهم يعني الفيزيك ويفهم معادلة الماط وداك الشيء. صافي كيهرسوهم والله العظيم. ماشي بحال في البريفي كوميم راه يقريوهم من الابتدائي كيقراو المواد العلميه باللغه الفرنسيه كوميم. يعني حنا كنهضروا الناس مستويات، وحنا كآباء والوالدين كاملين كيحاولوا يعطيو ما اكثر من جهدهم لولادهم. حيت انا هنا راه كنعلق على واحد الناس اللي هما لاباس عليهم، على واحد الناس اللي الخير باين عليهم، فهمتوني؟ يعني ماشي كنهضر على واحد انسان ما عندوش راه الحمد لله كيقري ولده.
حيت شي ناس كيلوموني كيقولوا لي كتضربي في مدارس الدوله. لا ما كنضربش، ولكن ما غنكذبوش على بعضياتنا، وغادي نقولوا ما غنقولوش ان التعليم والصحه عندنا في البلاد حاجه واو. لا مازال التعليم والصحه خاصهم يخدموا عليه يعني الحكومه خاصها تخدم عليه مزيان، التعليم والصحه. المهم اخواني اخواتي، واخا خرجنا على الموضوع، ولكن المهم عطيتكم الخلاصه. وصلنا لنهايه الفيديو. باي باي عليكم، عليكم.